طيب ليه بقى هتخسر لو حطيت عمولة أقل من 250 جنيه على المنتج؟ أنت فاكر إن شغل الدروب شيبنج بينتهي لما تختار المنتج وتحط البوست على الفيسبوك؟ الحقيقة إن دي بتكون مجرد البداية. النهاردة إن شاء الله أنا جاي وهقول لك على الأسرار اللي بتحول أي أوردر بسيط لخطوة أولى في مشروع يجيب لك دخل ثابت. طبعا إن شاء الله لو نفذت اللي أنا هقوله في الفيديو ده بالحرف إن شاء الله والتركات اللي هعرفها لك النهاردة، أول أوردر إن شاء الله هيجيلك وهيكون أسرع مما تتخيل، وهتحقق منه كمان ارباح عاليه جدا جدا. عايز اقول لك ان ممكن الدروب شيبنج يتحول لمصدر دخل ثابت ليك، او حتى لو عايز تزود دخل من خلاله جنب شغلك. في الدرس اللي فات احنا اتعلمنا ازاي نختار النيتش وحللنا المنتجات وجهزنا صفحه البيع بتاعتنا على الفيسبوك. النهارده بقى انا جاي معاك اكمل المشوار. انا محمد نادي وده الجزء الثاني للدرس اللي فات، واللي هنتكلم فيه ان شاء الله النهارده عن ازاي تسعر المنتج صح، وازاي تسوق بذكاء باقل ميزانيه ممكنه، وايه اللي هيحصل من اول ما يجيلك اول اوردر لحد ما الفلوس ان شاء الله تدخل في جيبك. هنشرح الاول كل خطوه من الخطوات دي نظري عشان بس تبقى فاهم احنا بنعمل ايه لما ندخل مع بعض في الجزء العملي ان شاء الله. طيب اول خطوه عندنا النهارده وهي التسعير الصح. بص يا سيدي، التسعير ده مش مجرد انك تقول انا هكسب كام على كل منتج كده وخلاص وتحط عموله جزافيه، او انك مثلا تزود المنتج للضعف. يعني مثلا لو المنتج ب 200 جنيه تقول مثلا انا هبيعه ب 400، ولا حتى انك تشوف المنافسين بيبيعوا بكام وتبيع زيهم وخلاص. لو عملت اي خطوه من الخطوات دي بدون ما تحلل السعر صح وتبقى فاهم ازاي انك تحلله وازاي تضيف عمولتك على السعر بتاعك، احب اقول لك انك بدات تخسر قبل ما تبدا تبيع. لان التسعير ده بيكون لعبه موازنه بين حاجتين، اول حاجه وهي تحقيق ارباح كويسه، والتانيه وهي انك ما تخوفش العميل بالسعر العالي. في الدروب شيبينج انت لازم تكون وسيط ذكي، لان المنافسه حواليك بتكون شديده جدا جدا، فلو سعرت غلط يا اما هتخسر عميل يا اما هتخسر فلوسك. طيب ازاي بقى تحدد السعر الصح اللي عايز تسعر بيه المنتج بتاعك؟ اول حاجه هي انك تشوف المنافسين بتوعك بيبيعوا المنتج بكام، وحاول تكون في نفس النطاق او قريب منه. يا عم انت مش لسه بتقول ما تسعرش زي المنافسين؟ انا ما قلتش كده، انا قلت لازم تشوف المنافسين ليك بيبيعوا بكام عشان تاخد التسعير بتاعهم في الاعتبار وانت بتحلل السعر، مش عشان تسعر زيهم كده من غير ما تبقى فاهم انت بتسعر زيهم ليه. طيب وتاني حاجة وهي انك تحسب تكاليفك كويس، يعني هتحسب سعر المنتج من المورد وسعر الشحن، ولو في اي عمولة او رسوم للمنصة بتحسبها وتضيفها على السعر بتاعك. طيب وتالت حاجة واهم حاجة وهي انك تضيف هامش ربح 250 جنيه على اي منتج هتختاره، لانك لو حطيت عمولة اقل من كده هتخسر. طيب ليه بقى هتخسر لو حطيت عمولة اقل من 250 جنيه على المنتج؟ هنروح لللاب دلوقتي وهشرح لك بالتفاصيل كل اللي انت عايز تعرفه. اهم حاجة انك تعرف انك وانت بتختار المنتج تركز في اختيارك على ان المنتج ده تقدر تضيف عليه عمولة مش اقل من 250 جنيه، ويبقى المنتج اللي انت هتختاره قابل ان انت تضيف عليه العمولة دي، وهنعرف كل ده ازاي مع بعض ما تقلقوش. طيب تعالوا بقى نروح على اللابتوب ونشوف ازاي هنختار المنتج بتاعنا وازاي نحلل سعره بالظبط. يلا بينا. طيب اول حاجه زي ما احنا عملنا مع بعض المره اللي فاتت موقع تاجر، طبعا لو ما شفتش الدرس اللي فات تقدر ترجع وتشوفه وتعرف ازاي هنعمل اكونت على موقع تاجر وازاي هنختار النيتش. مش هنعيد الكلام ده طبعا تاني. المهم دلوقتي اول حاجه هنعملها اننا هنفتح موقع تاجر. زي ما قلنا ان احنا هنختار نيتش معين، فاحنا مش هنخش نقول اي منتج كده وخلاص هيقابلنا. تعالوا نشوف نيتش معين زي ما اتعلمنا مع بعض المره اللي فاتت. قلنا عندنا الكترونيات، ملابس، منتجات ترفيهيه، الصحه والجمال، المنزل، وتاجر جمله. هنروح على المنزل، جميع المنتجات، ننزل على المنزل. طيب هنا بقى هنبدأ نشوف منتج يكون مناسب ان احنا نحط عليه عمولة 250 جنيه. هل بس ان هو يكون مناسب ان احنا نحط عليه العمولة ال 250 جنيه؟ لا طبعا، يكون منتج كويس ويكون هيبيع معانا. يعني ما تعتمدش على رأيك الشخصي وانت بتختار المنتج، حاول ان انت تسرش شوية وتدور وتشوف ايه الحاجات اللي معمول عليها منتجات. ان شاء الله بعلمكم ازاي تختار المنتج، او انا ممكن تقريبا كنت عملت فيديو على القناة ازاي تختار منتج وتبدأ تشتغل عليه، ممكن ترجع وتشوفه مؤقتا لحد ما نوصل للمرحلة ان احنا نبدأ نختار المنتج من على موقع تاجر. لكن خلينا دلوقتي نشوف، بس خلينا نتكلم في حتة التسعير. خلينا ان احنا نقعد نقلب كده، عايزين منتج يكون مناسب ان احنا هنحط عليه وليكن 250 جنيه. اشتغلنا على محضر القهوة ده المرة اللي فاتت يعني كاختيار، ما اشتغلناش عليه كتسعير، يعني بلاش نكمل عليه، خلينا نشوف حاجة جديدة. تعالوا ندور. حاول ما تستعجلش في اختيار المنتج، يعني خد وقتك ودور براحتك وشوف المنتج اللي هينفع معاك ايه عشان تقدر تختاره. المكنسة دي انا شايفها كويسة بس سعرها 530 جنيه، عشان تحط عليها 250 جنيه هتبيعها ب 780 جنيه. اعتقد ان هي ممكن تبقى غالية شوية.
طيب بصوا، الروبوت التحكم بالستائر يعمل بريموت ب 2060 جنيه. حلو المنتج ده، اول مره اشوفه. تعالى كده نشوف، نفتح. ده كده منتج ب 2060 جنيه. ده عباره عن روبوت بيتحكم بالستاير، بيخليها تتحرك وتروح وتيجي، او تفتح وتقفل لوحدها اوتوماتيك يعني. دي المميزات بتاع المنتج والتفاصيل. احنا طبعا مش هنقعد ندور على المنتج، احنا قلنا المره اللي فاتت الكلام ده كله والتفاصيل بتاعه المنتج. احنا بس هنخش المره دي داخلين نشوف السعر. طيب عندنا هنا السعر 2060 جنيه. طيب هل السعر ده او المنتج ده مناسب ان احنا نحط عليه 250 جنيه زياده او عموله على سعره؟ والله تعالوا نشوف. يعني ايه؟ هناخد كده الاسم ده ونعمل بيه سيرش فور جوجل. هنعمل بيه سيرش على جوجل هنا. هنلاقي لنا يظهر لنا مثلا عندك روبوت التحكم بالستائر اهوت. نعمل نفتح دوت نشوف بيبيعه بكام. نفتح ده نشوف بيبيع بكام. هو واضح ان هو مش منتشر قوي. بيتباع على اوليكس كمان وامازون. طب كويس ان هو بيتباع على امازون. تعالوا نخش نشوف. هنا سعره ب 2500 جنيه. 2500 جنيه، وهناك قلنا ب 2060. يعني حاطط حوالي 440 جنيه. ممتاز جدا. احنا بنتكلم في 250 جنيه. هنا خلي بالك ده بيبيع ب 2500. ده اسمه دكانك. اعتقد ان ده برضو يعني موقع كويس، مش موقع صغير يعني. ماشي. هنا ب 2170 جنيه. ده حاطط عليه حوالي 100 جنيه بس. انا متاكد ان انا لما اشرح لك هتقول ان التاجر ده او المسوق ده بيخسر. اكيد بيخسر لو هو بيبيع، لو هو شغال دروب شيبينج. ممكن يكون هو جايب المنتج من مصدر تاني وشغال اي كوميرس، وهو بيكون هو اللي بيجيب المنتج جمله. فطبعا يكون بيكسب، عشان برضو ما نقولش ان هو بيخسر وان هو صغير او كده. انا ما اعرفش الموقع صراحه، فممكن يكون لا، يكون الراجل حاسبها صح وعارف يكسب. بس يكون جايب المنتج ارخص مما هو موجود على تاجر. طيب على امازون غير متوفر حاليا. واضح ان هو مش موجود على امازون. طيب هتقعد انت بقى تسرش على يعني طبعا ايه ده دي طريقه بوريك. انا لا استخدمت اي ادوات مدفوعه ولا بستخدم اي حاجه. انا بس بوريك ازاي تسرش بطريقه بسيطه جدا جدا. وفي كمان ان انت ممكن تخش على الادز لايبراري بتاعه الفيسبوك وتبدا تدور يعني ايه تبدا تتعمق في الموضوع. بس ده عشان مش موضوعنا دلوقتي، موضوع ان احنا نسرش على المنتج. مش عايز اطول فيه. انا بس بوريك ازاي ممكن تضيف عموله على المنتج، وازاي تعرف تتعامل مع المنتج اللي انت بتختاره بطريقه بسيطه جدا جدا، وان انت بتسرش عليه. في ناس بتبيعه ب 2000 ونص اهو، واكيد ان هم دكانك ده اعتقد ان هي صفحه مش قليله. فاعتقد ان هي بتبيع يعني هي شغاله وعندها منتجات تانية وشغاله في الموضوع. فاكيد بيبيع. اي سعر انت بتحطه وبتدرسه كويس بيبيع. المهم ان انت تكون بتبيع وبتكسب، ما بتخسرش. طيب تعالوا بقى نقفل. احنا عرفنا خلاص انه هنا في ناس بتبيعه. احنا ممكن ندور اكتر من كده ونبدا نشوف المنافسين اكتر من كده بيبيعوا بكام. بس خلونا خلاص، احنا اخترنا المنتج ده دلوقتي وعرفنا ان احنا ممكن نضيف عليه اكتر من 250 جنيه عموله. طيب نعمل ايه؟ تعالوا نشوف. طيب انا اعمل لكم هنا شيت اكسل بحيث ان انت تحط المنتج عليه وهو يديك السعر اللي انت هتبيع بيه على طول، او تحط العموله عليه كام. تعالوا كده نشوف مع بعض الشيت ده. اول حاجه عندنا اللي هي الاس كيو، اللي هي كود المنتج. نجيبها منين؟ من على موقع تاجر. تعالى كده على موقع تاجر. هتلاقي هنا ده كود المنتج اهو. في حاجه اسمها اس كيو. ايه الاس كيو ده؟ ده كود بيحطه تاجر عشان لما تيجي تسرش، لما تحط منتجات بقى المنتجات تكتر معاك وتيجي تسرش على المنتج، تسرش بالاس كيو او الكود بتاعه ده بدل ما تقعد تسرش باسم المنتج. تعالوا كده هنحط كود المنتج هنا. اسم المنتج هنجيب برضو الاسم هنا من على تاجر. طيب طيب عندنا السعر على تاجر احنا قلنا كام؟ 2000 2060 جنيه. بص، بمجرد ما نحط السعر على تاجر هنحط بعد كده العموله. هنا دي عندنا البرودكت مارجن اللي هي عموله المنتج. هنحط العموله. احنا قلنا اقل عموله نحطها 250 جنيه. طب ليه اقل عموله نحطها 250 250 جنيه؟ ولو حطينا عموله اقل من 250 جنيه هنخسر.
تعالى هشرح لك واقول لك ليه لو حطينا عموله اقل من 250 جنيه نخسر. بص يا سيدي، هنا لو قلنا ان احنا عايزين زي ما قلنا هنحط المارجن بتاعنا او الربح، او زي ما يعني خلينا شغالين بالعربي نقول العموله، هنحط عموله زي ما قلنا 250 جنيه. ماشي. تاني حاجه هنحطها ايه؟ وهي تكلفه الاوردر. يعني ايه تكلفه الاوردر؟ يعني انا كل اوردر انا ببيعه بيكون ليه تكلفه. التكلفه دي بتكون كام؟ التكلفه دي بناء على الشغل اللي احنا اشتغلناه وبناء على خبرات، انا بقول لك ان التكلفه دي بتكون في حدود من 50 ل 70 جنيه، ممكن تزيد شويه او تقل شويه طبعا وانت شغال. لو زادت عن كده هتخسر، لو قلت عن كده مكسبك بيزيد. طيب تعالوا بس دلوقتي نقول ان خلال التجربه وخلال الشغل تكلفه الاوردر بتاعتك ما تعديش ال 60 جنيه، فهنكتب هنا 60. طيب عندنا الحاجه اللي بعد كده اللي هي ايه؟ عدد الاوردرات. احنا عايزين نجيب كام اوردر؟ هنقول مثلا وليكن ان احنا هنجيب 10 اوردرات. طبعا ده رقم جزافي تخيلي، مش ما اقصدش 10 بالظبط، يعني ممكن تجيب 20، ممكن تجيب 50، اي رقم ممكن تقدر تحطه. طيب عندنا بعد كده عندنا حاجه اسمها الميزانيه اللي هنشتغل بيها. طيب الميزانيه اللي هنشتغل بيها دي هنجيبها ازاي؟ احنا دلوقتي عايزين نجيب 10 اوردرات، هنقول كده تعالوا نعملها معادله، هنقول ان هي بتساوي ال 10 اوردرات دول في تكلفه الاوردر. يبقى انا دلوقتي معلش ال 10 اوردرات في تكلفه الاوردر. يبقى انا دلوقتي عندي الميزانيه اللي انا هشتغل بيها هتكون 600 جنيه. عشان اجيب 10 اوردرات لازم ادفع 600 جنيه، عشان تكلفه كل اوردر عندي هتكون 60 جنيه. طيب عندي الحاجه اللي بعد كده اللي هي ايه؟ الاوردرات المؤكده. يعني ايه الاوردرات المؤكده؟ يعني انا دلوقتي لما باجي اخد بيانات 10 عملاء وادخلهم على منصه تاجر، منصه تاجر بتعمل حاجه اسمها تاكيد على العميل، ان هي بتتصل بالعميل عشان تشوفه هو محتاج فعلا المنتج وتاكد معاه الاوردر. لان طبعا لما بيجوا ياكدوا معاه الاوردر في ناس بقى بتبقى نسيت ان هي طلبت، في ناس بترجع في كلامها وتقول لك لا مش عايز، في ناس بتلاقي اسعار ارخص، اسباب كتير جدا جدا. المهم بناء برضو على التجارب وبناء على الخبرات ان الاوردرات المؤكده دي بتكون 60% من الاوردرات اللي انت عملتها او اجمالي الاوردرات بتاعتك. فهنقول ان احنا عندنا هنا بتساوي الاوردرات بتاعتنا اللي هم 10 اوردرات في 60%، اللي هم هيكونوا 6 اوردرات. طيب دي الاوردرات اللي اتاكدت، هل كل الاوردرات دي بتتسلم؟ برضو لا. احنا عندنا الاوردرات المسلمه بتكون بناء برضو على التجارب وبناء على الشغل، طبعا ممكن تزيد معاك وممكن تقل معاك، كل ده هشرحه لك وافهمه لك، بس انا عايز اعرفك دلوقتي انت ليه هتحط عموله 250 جنيه بس، فبلاش نتشتت، ركز بس في اللي انا بقوله. الاوردرات المسلمه دي بتكون حاجه من الاثنين، يا اما بتكون 50% من الاوردرات اللي متاكده، او 30% من الاوردرات اللي هي اجمالي الاوردرات، هي هتديك نفس الرقم. يعني مثلا لو احنا جينا هنا قلنا ان عندي هنا الاوردرات المسلمه، او خلينا الاوردرات عدد الاوردرات الاجمالي في 30%، هتلاقيها تدينا 3 اوردرات. لو ضربنا الاوردرات المؤكده في 50% هتدينا برضو 3 اوردرات. تمام كده؟ دي عندي كده الاوردرات اللي بتتسلم. يبقى انا عندي الاوردرات المؤكده 6، والاوردرات المسلمه اللي هي 30% من عدد الاوردرات الاجمالي بيكون 3. طيب عندي بعد كده ايه؟ عندي بعد كده المبيعات. انا بحقق مبيعات بكام؟ معلش، المبيعات كده انا بحقق مبيعات بكام؟ انا عندي دلوقتي الاوردرات اللي اتسلمت دول 3 اوردرات، صح كده؟ طيب انا عندي الثلاث اوردرات دول، هنقول هنا تساوي الثلاث اوردرات في ال 250 جنيه العموله اللي انا حاططها. معلش 3 اوردرات في 250 جنيه، يبقى انا كده هحقق مبيعات ب 750 جنيه. طب انا صرفت كام؟ 600 جنيه. تعالوا نقول الربح الصافي. الربح الصافي هنا عندي هيكون ال 750 دي ناقص ال 600 جنيه اللي انا صرفتهم. يبقى انا عندي هنا ربح صافي 150 جنيه. يعني انا لو صرفت 600 جنيه هيجي لي ربح صافي 150 جنيه. طب تعالوا كده نقلل العموله دي عن 250، تعالوا مثلا نعملها 200 جنيه. بصوا ايه اللي هيحصل. يبقى انا كده عندي الثلاث اوردرات في ال 600 جنيه
هيكون المبيعات ب 600 جنيه، ان انا الربح عندي الصافي صفر، زيرو، ولا كسبت ولا خسرت، يبقى انا كده شغال لله. طيب لو انا جيت قللت عن 200 جنيه، يعني انا قلت هحط 150 جنيه مثلا، او مثلا بلاش 150، هحط 190، بصوا اللي هيحصل. بقيت خسران 30 جنيه، يبقى انا كده حطيت عموله اقل من 200 جنيه، بقيت بخسر. طيب هنا اقل عموله عندي انا ممكن احط 240 جنيه برضو، هيبدا يكسب. فممكن احط، انا بتكلم دلوقتي رينج ما تقلش عنه، لان طبعا هنشوف دلوقتي من خلال الجدول اللي احنا هنعمله فوق في عوامل بتغير معايا في موضوع السعر والتسعير. يعني انا ممكن احط عموله 150 جنيه، انا هنا حاطط اهو بقول لك عموله 150 جنيه، وان انا خسران. لكن انا ممكن احط 150 جنيه واكسب. ازاي؟ هقول لك دلوقتي لما نيجي نملى الجدول اللي فوق ده ونيجي نشرحه. بس انا عايز اقول لك ان انت دلوقتي بناء على النسب الطبيعيه اللي اغلب الناس اللي هم شغالين دروب شيبنج شغالين بيها، ان انت اقل عموله تحطها 250 جنيه، ما تحطش عموله اقل من كده لو انت لسه مبتدئ، لانك لو حطيت عموله اقل من كده هتخسر. فخليك دايما حاطط عموله اقل حاجه، خليك حافظ دي كويس، 250 جنيه. طيب خلاص كده اعتقد ان الموضوع وضح، مش محتاج ان انا ايه اوضحه اكتر، او ان انا اشرحه اكتر، او ان انا ايه اقعد احط لكم الوان ولا حاجه عشان تظهر لكم. يعني احط لكم برضو ايه نلونه لكم كده، عشان لو حد عايز ياخد مثلا سكرين شوت، عايز ياخد حاجه، يبقى ايه الموضوع ايه، تعرفوا تحسبوه في اي وقت يعني. تمام كده. اعتقد كده واضح وظهر لكل الناس. طيب تعالوا بقى نروح هنا. احنا قلنا ان احنا حطينا خلاص سعر تاجر، وحطينا العموله بتاعتنا اللي هي 250 جنيه، وحطينا سعر المنتج اللي هو، او سعر المنتج ده ما بنحطوش، هو انت بمجرد ما بتحط دول بيكون هنا اوتوماتيك. هنا سعر المنتج بيكون سعر تاجر زائد العموله بتاعتنا. اللي محتاج الشيت دوت يا جماعه، يا ريت بعد اذنكم يسيب لي بس كومنت بالجيميل بتاعه تحت الفيديو، وانا هبعت له على الجيميل الشيت اللي هو يقدر يحسب عليه ده. او هو بسيط، لو حد عايز يشتغل ويعمله بايده كده، لو بتفهم في الاكسل هتعمله عادي. لكن لو انت مالكش في الاكسل قوي ولسه زي ما بنقول مبتدئ، سيب لي بس في الكومنتات الجيميل بتاعك، وانا هبعت لك الشيت اكسل ده، او الاكسل شيت ده. طيب هنيجي بعد كده الميزانيه. احنا عايزين نشتغل بميزانيه كام؟ انا هصرف على الاعلانات بتاعتي كام؟ احنا قلنا مثلا في فيديو برضو اللي فات ان انت محتاج تشتغل باقل حاجه في حدود 2000 جنيه او 3000 جنيه. خلينا نقول على اقل تقدير اللي هو ال 2000 جنيه. انا معايا 2000 جنيه عايز اشتغل بيهم. طيب هنا عندي الميزانيه 2000 جنيه. سعر المبيع عندي كام؟ زي ما قلنا بناء على الخبرات، زي ما قلنا تحت هنا، وبناء على الشغل اللي احنا بنشتغله بتكون من 50 ل 70 جنيه. خلينا نشتغل على المتوسط 60 جنيه، يبقى انا عندي سعر المبيعه هتكون 60 جنيه. بصوا ايه اللي هيحصل بقى عندك هنا، كل المعادلات دي هتتغير ازاي. يبقى انا عندي هنا بناء على الكلام ده ايه اللي هيحصل. عندي عدد الاوردرات اللي هيجي لي هيكون 33 اوردر. طب انا جبت الكلام ده منين؟ لو دوسنا كده هنلاقي ان عدد الاوردرات عندي بيساوي ال 2000 جنيه اللي هي الميزانيه بتاعتي على ال 60 جنيه اللي هي سعر كل مبيعه، ان انا هعمل 33 اوردر. طيب عندي الاوردرات المؤكده زي ما قلنا ان هي بتكون 60% من عدد الاوردرات، يعني هيبقى 20 اوردر. الاوردرات المسلمه 50% من ده، او 3 او 30% من عدد الاوردرات الاجمالي، هيدينا 10 اوردرات. طيب تعالوا بقى هنا كده نروح بعد كده. طيب عندي هنا السي بي او. السي بي او ده اللي هو سعر الكوست بير اوردر، اللي هو سعر الاوردر، اللي هو سعر الاوردر. طب ايه الفرق بين السي بي او والسي بي بي؟ طيب هنا سي بي بي دي سعر المبيعه، ال 60 جنيه دي بتجيلي على كل الاوردرات، مؤكده مؤكده او مسلمه. يعني مثلا اللي هو عدد الاوردرات الاجمالي اللي هم ال 33 اوردر دول، هنا ال 33 بيجي كل اوردر فيهم، لكن انا زي ما قلت ب 60 جنيه. لكن انا زي ما قلت ان انا ما بسلمش كل الاوردرات، انا بسلم 10 بس. فعندي هنا سعر الاوردر السي بي او ده بيكون 200 جنيه، اللي هم ايه ال 2000 جنيه الميزانيه على ال 10 اوردرات اللي اتسلموا بس. يبقى انا عندي السي بي او ده سعر الاوردر اللي اتسلم. انا كده تكلفه كل اوردر اتسلم بيكلفني 200 جنيه. طيب عندي هنا الاوردر نت بروفيت اللي هو سعر او المكسب او ربح. تعالوا نكتب ربح الاوردر الواحد. ده كده ربح الاوردر الواحد بيكون 50 جنيه. عندي الانكم ده اللي هو الدخل. الدخل ده اللي هو بقى عدد الاوردرات اللي بيخش لي، اللي هم الاوردرات المتسلمه في
جي 3 دي اللي هي ايه؟ العموله. الاوردرات المتسلمه في العموله اللي هم الاوردرات المتسلمه عندي 10 اوردرات في 250 جنيه عموله بيديني 2500 جنيه. طيب تعالوا نصغر الشاشه شويه عشان تبقى ظاهره. طيب اللي صغرت قوي كده مش هتشوفه. تمام. طيب بصوا هنا كده انا عندي الدخل بقى كام؟ 2500 جنيه. طيب عندي البروفيت بقى اللي هو الربح الصافي في الاخر بقى، الربح الصافي. الربح الصافي بتاعي في الاخر لكل الاوردرات اللي انا عملتها وال10 اوردرات ده هيكون ايه؟ بص عندك الدخل اللي هم ال 2500 ناقص ال 2000 هيديني 500 جنيه مكسب. يبقى انا الميزانيه اللي عملتها او الاعلانات اللي عملتها بميزانيه 2000 جنيه كسبت فيها 500 جنيه. طيب انا ممكن احط عموله اقل من 150 جنيه او اقل من 250 جنيه واكسب. اه طبعا ممكن. طب ازاي؟ تعالوا هقول لك. تعالوا ناخد منتج تاني. تعالوا مثلا زي ما احنا قلنا، تعالوا نطلع المكنسه اللي فوق دي اللي احنا كنا اشتغلنا عليها قبل كده، بس طبعا مش هي دي، حاجه شبهها. تعالوا نفتحها ونشوف. عندي هنا دي كده المكنسه اهي. هناخد الاس كيو بتاعها ونروح نحطه هنا، وبعدين هناخد اسم المنتج مكنسه شحن 3 في 1 ونحطه هنا. السعر قلنا كام؟ 530 جنيه. العموله اللي احنا هنحطها، تعالوا نحط عموله اقل شويه، تعالوا نحط عموله 200 جنيه مثلا. طيب هنا هيبقى سعر المنتج عندي 730 جنيه. الميزانيه اللي انا هصرفها، تعالوا نغير برضو، بلاش نقول 2000 جنيه، لا انا معايا ميزانيه اعلى شويه وهشتغل ب 3000 جنيه. طيب عندي سعر المبيعه كام؟ خلينا احطها زي ما هي 60 جنيه. طيب بصوا هنا بقى، انا لما حطيت بقى عندي 50 اوردر هيجي لي 50 اوردر من خلال الميزانيه بتاعتي اللي هي 3000 جنيه. عندي الاوردرات المؤكده هتكون 30 اوردر. تمام. طيب وعندي ايه تاني؟ عندي الاوردرات المسلمه 15 اوردر. خلاص احنا شرحنا الكلام ده مش هنعيده تاني. سعر الاوردر عندي سعر الاوردر عندي هيكون 200 جنيه. طيب عندي بقى الربح للاوردر الواحد زيرو، انا ما كسبتش. دخل لي ال 3000 جنيه زي ما هم، يبقى ال 3000 جنيه ناقص ال 3000 جنيه الميزانيه، يبقى انا ما كسبتش حاجه. طيب تعالوا بدل ما هم 200 جنيه تعالوا نقللهم نحطهم 180 جنيه. ايه اللي حصل في الاخر؟ الربح الصافي عندي بقى خساره 300 جنيه، لاني بخسر في كل اوردر 20 جنيه. طيب ايه الحل؟ ازاي انت قلت ان انا ممكن اشتغل ب 180 جنيه واكسب، وممكن اشتغل باقل من 180 جنيه عموله واكسب؟ طيب لو انت اشتغلت شويه وبقيت عندك خبره شويه في الموضوع، في حاجه اسمها الكرييتيف. الكرييتيف ديت ان انت ان شاء الله برضو ده هنشرحه في مرحله التسويق، احنا بس دلوقتي في السعر، هنخش بعد السعر على مرحله التسويق في نفس الفيديو ده ان شاء الله. طيب بص، هنا عندنا ان انت عندك دلوقتي حاجه اسمها سعر المبيعه اللي هو 60 جنيه. انا ممكن اقلل سعر المبيعه ده ل 50 جنيه. بصوا ايه اللي هيحصل لو قللته ل 50 جنيه. قلبت بمكسب 240 جنيه بعد ما كانت خساره 300 جنيه. ممكن كمان اقلله عن 50، ممكن اقلله واخليه 40. طيب هو انا عمال اقلل فيه، هو انا بقلل بس على الشيت اكسل؟ لا طبعا، في حاجات بتاثر، بس عايز اوريك ان سعر المبيعه ده لو قل ياثر ازاي معايا في المكسب. بص لو انا خليته 40 جنيه، وده مش صعب جدا على فكره، يوصل ل 1050 جنيه مكسب بعد ما كنت خسران حوالي 300 جنيه او تقريبا اكتر من 300، مش فاكر الرقم يعني اللي كان موجود. المهم يعني ان انا دلوقتي اقلل بقى سعر المبيعه ده ازاي؟ ازاي اتحكم في الكوست بيربيرشيز؟ عندي حاجه اسمها الكرييتيف، ان انا بغير في الكرييتيف بتاعتي وبعمل تيست على اكتر من اعلان لحد ما اوصل ان سعر المبيعه بتاعتي ده يقل يتخفض، ان انا اخلي ناس كتير اكتر تضغط على اللينك بتاعي، تضغط على الصور بتاعتي وتبدا تتفاعل معاه، فبيقلل لي جدا جدا من سعر المبيعه دوت وبيزود عندي الاوردرات. فدي حاجه انا ممكن اعملها تزود معايا في الدخل، غير ان انا بزود في العموله. يعني مش دايما بيكون عندي اللعب في السعر هو الحاجه الاساسيه اللي تجيب لي ربح، لا انا ممكن العب في حاجات تانية
بتزود السعر، ان انا ابدا اصغر صفحتي بشكل احترافي، ابدا ازود معدل كوست بير بيرشيز عندي اللي هو سعر المبيعه. طيب تعالوا بقى في حاجه تاني، في حاجات تانيه، ايه هي؟ تعالوا نرجع سعر المبيعه 60 جنيه تاني. شوف ايه، بص رجعنا لخساره 300 جنيه. طيب تعالوا، عندي عدد الاوردرات 50 وعدد الاوردرات المؤكده 30. اللي ممكن اغير فيه تاني عدد الاوردرات المسلمه. ازاي بقى؟ انا عندي هنا عدد الاوردرات المسلمه كام؟ بسلم 30%. طب انا ممكن ازود الرقم ده؟ ممكن اخليه 40%. بصوا اللي هيحصل، 40%. بقيت كسبان 600 جنيه. ليه؟ لان زودت الاوردرات المتسلمه من 30% ل 40%. طب اقدر ازود ازاي الاوردرات المتسلمه؟ عندي حاجه او اكتر من حاجه ممكن اهتم بيها في موضوع الاوردرات المسلمه ده عشان ازود تسليم الاوردرات. زي ايه؟ زي ان اتابع شركات الشحن، اشوف الشركات الشحن بتوصل للعميل بسرعه ولا ما بتوصلش بسرعه. ايه السبب اللي بيخلي العميل يرفض يستلم؟ اتصل بيه واساله. ممكن يكون المندوب ما راحلوش، ممكن يكون مثلا عنده ظرف وقال للمندوب خلاص هاتهولي في يوم تاني، والمندوب كسل ان هو يروح له تاني ولغى الاوردر. ان انا اكلم العميل واشوف لو هو عايز يستبدل. ممكن مثلا يكون العميل عايز يستبدل ومش فاهم ان هو بيستبدل، فمجرد ما بيعاين ويشوف الحاجه اللي انت عايز توديها له رايحه مثلا فيها عيب او مكسوره، فهو مثلا عايز يستلم بس الحاجه راحت له مش كويسه، فانت بمجرد ما انت بتتابع معاه وبتقدم له خدمه عملاء كويسه يقول لك لا خلاص هستلم. في حاجات كتير كده، واهمها هي ان انت تهتم بخدمه العملاء ومتابعه اوردراتك ومتابعه شركات الشحن ومتابعه المنصه. دي بتزود عندك نسب التسليم. وعلى فكره الموضوع مش صعب جدا ولا صعب خالص، الموضوع بس محتاج ان انت تهتم شويه بان انت بحاجه اسمها خدمه العملاء، وتقدم خدمه عملاء كويسه، وتهتم بالمشروع او البيزنس وتتعامل معاه ان هو فعلا شغل هيحقق لك دخل ويحقق لك ارباح. هتقدر توصل لنسبه تسليم، عايز اقول لك في ناس بتوصل ل 50% وفي ناس بتعدي ال 50% والله. بس انا بحسب لك دلوقتي على الورست كيس اللي هو اسوأ حاله انت ممكن تكون موجود فيها وتوصل لها. ليه بقى؟ لان انا لو حسبت لك على اسوأ حاله وجيت بعد كده والموضوع معاك زاد عن كده او نسب التسليم زادت عن كده، هيحقق لك مكسب انت مش متخيله، مكسب كبير جدا. بص مجرد ارقام صغيره جدا بنغيرها بتغير لنا الارباح من خساره 300 جنيه لمكسب 600 جنيه. ان انت ممكن تحط ميزانيه 2000 و3000 جنيه في اليوم، ومش معنى ان انت تحط 2000 و3000 جنيه في اليوم ان انت هتحط ميزانيه اعلانيه في الشهر 9000 جنيه و6000 جنيه. لو انت حسبت ال 2000 في مش 9000 جنيه كمان، ده 2000 في 30 بحوالي كام؟ ب 60000 جنيه. 60000 جنيه و30 و3000 في 30 ب 90000 جنيه. يعني انت بتصرف ميزانيه من 60 ل 90000 جنيه في الشهر. هل انت هتصرف المبالغ دي؟ لا، انت بتصرف ال 2000 وال 3000 جنيه هم دول كل اللي معاك. بس انت لما بتعمل الاوردر وبيرجع لك بيرجع لك الميزانيه بتاعتك بمكسبها، بتبدا تعمل حاجه اسمها دوره راس مال. ال 2000 جنيه دي بتبقى رايحه جايه. ممكن تلاقي نفسك بتعمل اعلانات في اليوم ب 2000 جنيه، والفلوس تيجي فتعمل اعلانات ب 2000 جنيه تاني، حسب سرعه دوره راس المال اللي انت بتعملها وازاي تدير راس مالك. هتلاقي نفسك بتحقق مكاسب وارباح كتير جدا جدا بال 2000 جنيه اللي انت بدات بيهم بس في البدايه. طيب عايزين بس ايه، ما نزودش كتير في الكلام. احنا كده عرفنا خلاص ازاي اخترنا الروبوت واخترنا المكنسة، وعرفنا ازاي نعمل سيرش ونشوف الناس بتبيع بكام ونشتغل زيهم، وعرفنا ازاي نحط المنتج بتاعنا وليه بنحط عمولة 250 جنيه. طيب تعالوا نروح بقى على تاني حاجة. تاني حاجة وهي إن التسويق الذكي يكون بأقل تكلفة. بص التسويق المجاني كويس، لكن لازم تكون فاهم إنه مجهود ووقت، ونتيجته مش دايما بتكون سريعة ولا بتكون قوية. هتنزل بوستات كتير وتنزل ريلزات كتير وتنزل شورتس كتير وهتشير في جروبات وترد على تعليقات، بس ده هياخد معاك أسابيع ويمكن شهور عشان بس تحس بفرق حقيقي. ممكن يكون التسويق المجاني مناسب ليك كبداية لو انت مش معاك فلوس خالص وعلى الزيرو، او ممكن حتى تستخدمه كدعم لحملاتك، لكنه مش هيكون اسرع طريقة للفلوس والربح، وهتزهق بسرعة ومش هتعرف تكمل وهتحس بملل. لكن طبعا الاعلانات المدفوعة بتكون افضل بكتير جدا جدا،
وكمان بتحقق فلوس وارباح بشكل اكبر وبشكل افضل. لكن برضو عايزك تعرف ان الاعلانات المدفوعة بتكون برضو محتاجة ذكاء، مش ميزانية كده وخلاص وبتدفعها وبترمي فلوسك على الارض، لان كل الناس بتعمل اعلانات وبتدفع فلوس، في منهم الاعلانات اللي بتنجح وفي منهم الاعلانات اللي بتفشل. ليه بقى في اعلانات بتنجح وفي اعلانات بتفشل؟ تعال هقول لك على 4 اسرار لو عملتهم ان شاء الله كل اعلاناتك بنسبة كبيرة هتكون اعلانات ناجحة. وبقول بنسبة كبيرة لانك لو فاهم ان مفيش اعلانات هتخيش معاك تبقى انت غلطان. اكبر ناس عندهم خبرة في الاعلانات بتخيش معاهم اعلانات وبتنجح اعلانات، ده عادي جدا جدا مهما كانت خبرتهم ومهما كان شغلهم في السوق. وده لاسباب كتير جدا جدا، ممكن ان شاء الله نبقى نعمل لها فيديو تاني ونعرف ليه الاعلانات بتنجح وفي اعلانات تاني بتخيش. طيب تعالوا نروح لاول سر معانا وهو الكرييتيف المختلف. اغلب الناس على الدروب شيبنج للاسف بيروحوا ياخدوا الصور والفيديوهات وينشروها زي ما هي من غير ما يعملوا عليها اي تعديلات. فبتبص طبعا تلاقي وانت بتقلب على الفيس او المنصه اللي هي عليها الاعلان بيظهر لك الاعلان 500 او 1000 مره بنفس الشكل ونفس الصور. فلازم عشان انت تبقى مميز ما بينهم تغير طريقه عرض المنتج. لازم تجيب صور وفيديوهات حقيقيه مش من موقع المورد، لازم تعمل سيرش بره المنصه اصلا وتجيب صور وتعمل حاجه مميزه تكون خاصه بيك انت. وتحاول على قد ما تقدر انك تستخدم صور فيها استخدامات للمنتج في الحياه اليوميه. وكمان حاول تجيب فيديوهات شورتس او ريلز يبدا بهوك قوي جدا جدا يشد المشاهد من اول ثانيه ويخليه يكمل الفيديو. لو ما لقيتش فيديوهات وصور بره المنصه، مع ان في الغالب هتلاقي كتير جدا جدا، بس لو فرضا ان انت ما لقيتهاش اطلب من المنصه او من دعم المنصه ان هم يصوروا لك المنتج ويبعتوه لك. طيب ده كده عندنا اول سر. السر الثاني هو انك تغير اسم المنتج. ما تخليش اسم المنتج زي ما هو. لو خليت اسم المنتج زي ما موجود في السوق او ما زي ما موجود في المنصه، الفيسبوك او المنصه اللي انت بتعلن عليها هتقترح على العميل منتجات تانية ارخص منك بكتير، والعميل طبعا هيختار المنتج اللي ارخص منك وبناء عليه هتقلل نسب التسليم، خصوصا ان في منافسين بيكونوا اقوياء جدا جدا وليهم فتره شغالين في السوق وانت بتكون لسه مبتدئ. فعشان نحاول قدر الامكان نهرب من الموضوع ده فبنغير الاسم لحاجه تانية مميزه ووصفيه زي ما الشركات الكبيره بتعمل. ممكن تلاقي نفس المنتج اللي انت بتبيعه على الدروب شيبينج موجود بس باسم مختلف وبصور مختلفه. طيب والسر الثالث هو استهداف اذكى جمهور. يعني ما تحاولش في البدايه انك تبدا باوسع جمهور، ابدا بجمهور يكون ضيق وقليل جدا ومهتم بالنيتش بتاعك بس، لان ده بيقلل التكلفه وبيزود فرص الشراء. بعد كده ان شاء الله لو عايز توسع في الجمهور عشان تستهدف شريحه اكبر بتبدا توسع بشكل تدريجي. طيب والسر الرابع اختبر كتير، اعمل تيست على قد ما تقدر، اعمل اعلانات مختلفه لنفس المنتج. يعني مش شرط ان انت تختار اكتر من منتج عشان تعمل له اعلانات، لا، ممكن اعلان واحد تغير الكرياتيف او النص او حتى تغير الجمهور. شوف ايه اللي بيجيب معاك افضل نتيجه، ما تعملش اعلان واحد وتفضل مستني ان هو ينجح ولا مش هينجح، لان كده نسبه النجاح للاعلان بتبقى قليله جدا جدا. لكن لو انت مشغل اكتر من اعلان اكيد هيكون عندك نسبه نجاح اكبر بكتير. لو في اعلان فشل الاعلان التاني اكيد هينجح. وبعد كده ابدا تابع وحلل النتائج بتاعتك، واللي بيشتغل زود عليه الميزانيه واللي مش بيجيب اقفله فورا ما تحاولش معاه. ان شاء الله هنعرف ازاي نحلل النتائج بتاعت الاعلانات دي مع بعض وازاي نقرا الارقام على الداشبورد عشان نعرف ازاي نعدل على الحملات بتاعتنا لما نوصل طبعا للفتره اللي هي بتاعت شرح الاعلانات ان شاء الله لسه قدام شويه. المهم اللي عايز اقوله لك ان التسويق المدفوع في الدروب شيبينج مش معناه انك تدفع اكتر، معناه انك تشتغل بطريقه اذكى من اي منافس تاني. طيب تعالوا بقى نشوف على اللابتوب هنعمل الكلام ده ازاي مع بعض، وازاي نختار مع بعض منتجات ونعدل على الصور بتاعتها على موقع كانفا اللي عملنا عليه قبل كده اللوجوهات والصور للفيسبوك بتاعت الصفحه بتاعتنا، ونشوف التريكات اللي هنعملها مع بعض وننشرها على صفحتنا اللي عملناها على الفيسبوك المره اللي فاتت. فيلا بينا نروح على اللابتوب بتاعنا. طيب هنروح زي ما قلنا بقى على الكمبيوتر بتاعنا كده، هنفتح المنتج بتاعنا. احنا شغالين طبعا على المنتج اللي هو الروبوت وقلنا المكنسه. خلينا شغالين دلوقتي على الروبوت اللي هو بتاع التحكم في الستاير. هنعمل ايه؟ هنجيب الروبوت ده وهنعمل بيه سيرش على جوجل عادي. قلنا ولا هنروح مواقع صينيه ولا هنختار اي ادوات مثلا مدفوعه اللي بيقعدوا يبيعوا لكم في الادوات المدفوعه والكلام ده كله. احنا هنشتغل مبتدئين ومش عايزين نصرف اي ميزانيه ولا هنصرف اي حاجه خالص، هنشتغل كله بالمجاني. هنروح على الصور. ادي عندنا صور اهي. اغلب الصور ممكن تلاقيها من على نفس من على تاجر برضو، لكن هتلاقي طبعا لو دورت هتلاقي في صور اكتر. طيب عشان ما نطولش، انت زي ما انا بقول لك كده هتبدا تدور على حاجه منتج نفس المنتج. بص ده منتج، ده ممكن فيديو اهو.
انا مش عايز اخش في قصص وفيديوهات، لكن انا ايه، دي صور هتبدا تختار منها صور وتبدا تنزلها من على جوجل. انا ممكن اختار صوره واحده بس عشان اوريكم، معرفش اذا كانت الصوره دي موجوده على تاجر ولا لا، بس موجوده على امازون اهي. هنروح داخلين على امازون مثلا، ونبدا نشوف الصور دي ونبدا ناخدها. بصوا، طيب انا هاخد الصوره دي مبدئيا كده عشان فيها شغل ومش هتعرف ان انت تفرغها. هوريك يعني ايه تفرغها وليه تفرغها. خلينا نحطها على الديسك توب مثلا. كده احنا عملنا لها داونلود. ممكن كمان نجيب فيديوهات، تعالوا اوريكم ازاي. هنروح هنا نطلع فوق، نقفل دي، انا مش عايز تقفل ليه. هنطلع فوق كده، في فيديوهات قصيره اهي. هتبدا تدور وتشوف حاجه برضو شبه المنتج، يعني دي تحكم ذكي، بس هنا في واحد بيتكلم، لا احنا عايزين حاجه من غير ما يكون في صوره لحد. تعالوا نفتح دي، نقفل. جميل جدا، ده فيديو اهو للمنتج ومن غير صوت، يعني ممتاز جدا جدا. يعني ممكن كمان انت تضيف عليه صوتك، تسجل عليه فويس اوفر بصوتك، وتبدا تخلي المنتج يتعرض بصوتك. ده بيديك كمان ثقه برضو مع العميل وبيزود مبيعاتك جدا جدا. طبعا مش هنعمل كل ده دلوقتي، لان احنا كده هنخش في مرحله مونتاج ومرحله تعديل على الصوت والكلام ده كله ونسجل فويس اوفر. انا بس بشرح لك الفكره، وانت بعد كده ممكن تبقى تعملها، لان انا شايف ان الفيديو ما شاء الله عدى معانا، يعني طول جامد يعني. المهم ان ده فيديو اهو، هنبدا نشوف ايه ننزله. تمام. تعالوا نشوف كمان هو حاطط ايه، لينك للمنتج اهو، ممكن نعرف ونخش ونشوفه بيبيعه بكام. بصوا هنا بيبيع بكام. انت فاكر المنتج كان على تاجر بكام؟ ب 2060. بص ده بيبيعه بكام؟ ب 3500. يعني حاطط 1500 جنيه على المنتج. الراجل ده ما بيبيعش؟ لا، ممكن يكون بيبيع عادي جدا جدا، وفي ناس كتير تشتري منه، ويكون بيبيع مبيعه واحده بس بحوالي 6 او 7 مبيعات انت بتبيعها، بس هتكون مبيعاته اقل منك. يعني لو انت بتقلل في السعر وبتحط سعر يرضيك وعموله ترضيك وتبقى كويسه مع العميل، العميل هيبدا يقارن بين سعرك وسعره، لان ده برضو من ضمن الحاجات اللي الفيسبوك هيقترحها له. لو هو عامل اعلانات على نفس المنصه اللي انت بتعملها وليكن الفيسبوك، هيقترح له برضو الفيسبوك، هيقترح له الاعلان ده، فيبص يلاقي ان في فرق سعر جامد بينك وبينه كبير جدا. فطبعا العميل ده هيشتري منك ويزود نسبة المبيعات لان انت سعرك اقل. بس دي ما بتكونش المنافسة الوحيدة. عايزك تخليك دايما فاكر الجملة ديت او فاكر الكلمة دي، انك دايما ما تنافسش بالسعر. السعر حاجة من ضمن او نقطة من ضمن النقط اللي انت ممكن تنافس بيها، لكن ممكن تنافس زي ما قلنا ان انت هتغير في الشكل وهتغير في الالوان. انا شايف حتى ان هو عنده صور غير الصور اللي موجوده على تاجر. هنبدا بقى ننزل موضوع الصور، ايا كان بقى نبدا ننزل موضوع الصور والكلام ده كله، احنا مش دي مش قصتنا دلوقتي. تعالوا بقى نقفل، احنا خدنا الصور من على تاجر وخدنا الصور من هنا. تعالوا اقول لكم بقى هنعمل ايه. نقفل الفيديو ده، هتشوف ازاي بيتحمل. طبعا هتخش مواقع كتير بتحمل من على الفيسبوك وتبدا تحمل الفيديو ده. هنبدا هنا بقى نروح على كانفا. هنعمل ايه على كانفا؟ هقول لك. هنيجي هنا نكتب ادوات منزليه، ادوات منزليه، ونعمل سيرش. هتبدا تظهر لك هنا منتجات. احنا ده اللي احنا عملناه المره اللي فاتت وخدنا اللوجو من هنا، لو شفتوا الفيديو اللي فات. هتبدا تظهر لنا هنا منتجات لادوات منزليه. هنعمل ايه بقى؟ احنا عايزين نعمل ايه؟ هقول لك دلوقتي. احنا بندور بس على صوره تكون كويسه ان احنا نعرف نعرض بيها المنتج بتاعنا، وليكن مثلا دي. تعالوا ندخل على دي. طبعا لما نفتح الصوره زي ما قلنا ان هو يفتح لنا صور تانية، لو تفتكروا ان احنا قلنا كده المره اللي فاتت اقتراحات تانية حاجه قريبه منها او شبيهه. بص ممكن ناخد صورة زي دي نعملها للمنتج ونكتب هنا مميزات المنتج جنب الإعلان، جنب المنتج بتاعنا. بس إيه، مش هتبقى مناسبة لكل المنتجات. ليه أنا اخترت الصورة دي؟ هقول لك. تعال نعمل تخصيص هذا القالب ونشتغل على الصورة دي. الصورة دي أنت ممكن تفرغ منها المنتج. هقول لك إزاي. يعني أنا هنا ممكن أجيب صورة من على يعني دي أنا همسحها، أنا همسح الخلاط اللي موجود ده.
اعمل ديليت وامسح الصورة اللي موجودة دي وامسح الاسم ده. دي ممكن اخليها وممكن امسحها، معلش ارجع للاسم تاني اللي هو اللي كان موجود، امسح بس الموقع ده واخلي الصورة زي كده، ارفع ده بس فوق شوية كده، واروح اجيب الصورة بتاعتي. الصورة بتاعتي اللي هي ايه؟ هندوس هنا على تحميلات، تحميل صورة او تحميل ملف، واجيب الصورة اللي انا لسه حاططها على الديسك توب اهي. الصورة هتتحمل، هدوس عليها، ضفتها هنا للمنتج بتاعي او للصورة بتاعتي، هبدأ اصغرها واحطها كده. طيب انا ليه اخترت الصورة دي؟ لان الصورة دي فيها تفاصيل كتير، من الصعب ان انت تفرغها، فانا مش عايز افرغها. لو انا جات لي قدامي صور ومش هعرف افرغ الصور اللي معايا، اعمل ازاي ستايل لنفسي يكون مختلف؟ هكتب هنا، طبعا انا عندي هنا الصفحه بتاعتي اسمها زي ما قلنا بيت مريح، اروح جاي هنا كده وكاتب بيت مريح، ده اللي كنا الاسم اللي كنا مختارينه في صفحه الفيسبوك المره اللي فاتت لو تفتكر، وهنعدله هنا، نعدله كده. وهنيجي هنا نكتب اسم المنتج. اسم المنتج كان ايه؟ روبوت التحكم بالستائر يعمل بالريموت. زي ما قلنا ان من التركات اللي احنا قلنا عليها ان انت هتغير الاسم، ما تكتبش نفس الاسم هو عشان ما يظهركش مع اعلانات متشابهه ليك. فهنعمل ايه؟ هنسميه الروبوت اللهلوبه مثلا، وهنيجي هنا نصغر، ماشي، وهنحطه هنا. ممكن نكبر الصوره دي شويه برضو، نجيب بيت مريح دي في النص هنا، نكبرها. ونجيب بقى اللوجو بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه المره اللي فاتت على صفحه الفيسبوك بتاعتنا. ادي صفحه الفيسبوك، ادي الصفحه. ممكن نجيب اللوجو ده بقى اللي هو اللي احنا حاطينه هنا ده، ونبدا نحطه هنا مع الصوره برده في الجنب هنا مثلا ولا حاجه. احنا طبعا مش عايزين نطول اكتر من كده، بس ده مثلا تصميم اهو. ممكن بقى تجيب الصور اللي على موقع تاجر، لو انت فاكر الصور دي بخلفيه بيضاء فسهل ان انت تفرغها. هتفرغها ازاي؟ تعال اقول لك. هنا احنا تعالوا كده نحاول نفرغ الصوره دي نشوف هيقول ايه. يعني احنا هنا خلي بالك ان ممكن مزيل الخلفيات او اللي عندك فوق دوت، لو انا دوست هنا كده هيفرغ لي الخلفيه. ممكن انت لو داخل باكونت مجاني مش هيفرغ لك الخلفيه، لان دي ممكن يقول لك ميزه مدفوعه. طيب عندنا الثلاث سنين، في ناس كتير جدا جدا على الفيسبوك بيبيعوا الثلاث سنين اشتراك في كانفا برو ب 150 جنيه، يعني رقم بسيط جدا جدا وهيقعد معاك 3 سنين. فده انا عامل كده ومشترك فيه. فيا ريت لو انت تعمل كده وتشترك في موقع كانفا، هيسهل عليك حاجات كتير جدا جدا وهيساعدك في حاجات كتير. بص لما عملنا مزيل الخلفيه، هو طبعا اعتقد ما زالهاش، لان دي زي ما بقول لكم لا والله زالها. يعني بصوا، هي الصوره صعبه جدا ورغم ذلك ما شاء الله زالها. الصوره كمان لو ابيض واسود بس هتبقى عظمه. يعني لو زي ديت، اقصد ان هي الخلفيه بتاعتها ابيض بس، هيشيلها بطريقه اسرع وبافضل. وهو ما شاء الله شالها وشال كل الكلام اللي فيها فعلا. بصوا انتوا بقى لو عملتوا كده هنا، ولو جيت مثلا بقى عايز تزود حاجات، هتروح جاي مثلا على العناصر اللي هنا، تروح مثلا ضايف دايره او مربع او اي حاجه. لو قلنا مثلا دايره، وضفنا دايره صفرا زي دي وكبرناها كده، جبناها هنا مثلا ودوسنا على الطبقات ونرجعها للخلف ورا المنتج. بص عمل ازاي خلفية معلش بس نحاول نوسطنها. ممكن نرجع الطبقات تاني ونطلع الشبكة دي فوق. نجيب هنا كده شوية
هو مش حلو، متهيألي فوق كده مش حلوة، ممكن نبقى ننزلها تاني، مش قضية. المهم يعني إن أنت هتقعد إيه، تعدل بقى وتشوف الصورة هتبقى مناسبة ليك بالنسبة لك إزاي، وتغير طبعا الفونت دوت، وتفضل تحط له في تأثيرات. أنت هتكتشف بقى، أنا مش هقعد أشرح لك طبعا كورس كانفا. هتقعد تعدل في كانفا بس. بص، اللي عايز اقوله لك ان انت غيرت شكل المنتج ازاي، وخليت ان انت عندك الشكل بقى يتعرض بشكل احترافي. فطبعا الخوارزميات بيبقى صعب عليها جدا جدا ان هي تقترح نفس المنتج بتاعك، فما بيعرفش، فبيبقى بيقلل اقتراحاتك مع الناس اللي بتعرض نفس المنتج بتاعك. ممكن ان انت بالطريقه دي يبقى سعرك اغلى من ناس تانية، بس الفيسبوك ما بيقترح لهمش. تاني حاجه ان انت مثلا مغير في الاسم، كاتب ان هي اسمها الروبوت اللهلوبه. لو اي حد راح سرش من العملاء بالاسم ده، مش هيلاقي ان نفس المنتج بيظهر له باسم الروبوت اللهلوبه. انت بتحاول بس تعمل شويه تريكات كده تخليك ما تظهرش مع ناس تانية بيبيعوا ارخص منك. مش معنى ان هم بيبيعوا ارخص منك ان هو انت بتضحك على العميل، بالعكس، هم بيبيعوا ارخص منك لان هم مش فاهمين شويه، وهيلاقوا نفسهم بيخسروا لان هم مش حاسبين اسعارهم ومش حاسبين تكلفتهم كويس. فيبقوا هتبص تلاقيهم بيبيعوا، وللاسف بيبقوا يعني مش عايز اقول كلام يعني مش حلو، ان هم اطفال او ناس مش فاهمه. لكن لا، طبعا كل الناس لها احترامها ولها تقديرها، ان هم بس ما بيبقوش فاهمين الموضوع، ما بيبقوش عارفين يحسبوا تكلفتهم، فبيبوظوا السوق عليك وعلى غيرك. لكن انت لما بتبقى حاسب صح بتكسب، فبتقدر تكمل في السوق، فبتقدر تخليه بيزنس ليك. فده اللي بيفرق بين مسوق فاهم وذكي ومسوق تاني مش فاهم. طيب تعالوا بقى نعمل داونلود للصورة دي. تنزيل. طيب كده الصورة نزلت عندنا واتحملت اهي. الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه؟ هنروح رايحين على الفيسبوك بتاعنا، وهنروح جايين هنا ضايفين الصورة. طبعا هي موجودة عندنا في الداونلود اهي. عايزين نكتب هنا بقى كلام اللي احنا هنكتبه على البوست، عشان بعد كده لما نبدأ نعمل عليه اعلان. هنكتب ايه بقى؟ هنجيب من على موقع تاجر. هو هنا بيقول لك دي تفاصيل سريعة اهي: تحكم في ستايرك بلمسة زر. هتروح واخد زي ما هي كده مع الروبوت الذكي، سهولة وإناقة، ونروح رايحين على الفيسبوك ونروح كاتبين كوبي بيست على طول: تحكم في ستايرك بلمسة زر مع روبوت التحكم الذكي. ممكن هنا انت بقى تروح قال ايه، الروبوت اللهلوبة مثلا، تضيف. عايز تسيبها زي ما هي سيبها: سهولة، اناقة، راحة في كل حركة. طيب هننزل تحت كده، عايزين نجيب التفاصيل. تعالوا نجيب التفاصيل. افكار للمحتوى. هتروح جايب مميزات المنتج، تروح واخدهم زي ما هم كده. مش لازم نضيف بقى تفاصيل سريعة والحاجات ديت والكلام ده كله. لا، هناخدهم زي ما هم كده، وهناخدهم كده كوبي. طبعا انت لو هتفضل تقرا بقى كل الميزات اللي موجوده ديت وتبدا تعدل فيهم وتكتبهم بطريقه افضل تناسب ليك، تناسبك انت، وتبقى مخصوصه ليك، وتبقى حاجه كويسه برضو عشان لو حد سرش ما يظهرش برضو، عشان ما يقترح الخوارزميات برضو ما تقترحكش. ده يبقى ممتاز جدا ان انت هتقعد تقرا وتعدل في الكلام ده كله وتحاول تقلله شويه، لان الكلام برضو كتير، فالناس مش هتقعد تقرا كل الكلام ده، فحاول تقلل الميزات على قد ما تقدر. طيب هنروح عاملين بعد كده التالي، ونروح عاملين نشر. كده انت عدلت على الصورة، عدلت على الاسم، غيرت شكل الاعلان بتاعك، اشتغلت بذكاء. تقدر كده بمجرد الكرييتيف اللي انت عملته دوت، ممكن تسرش على فيديوهات وتبدا تجيب فيديوهات وتعدل عليها. وهنعلمكم ازاي بعد كده ان شاء الله في مرحله لما نخش في مرحله ان احنا نعمل مونتاج للفيديوهات ونعدلها ونضيف عليها فويس اوفر، ازاي نعمل كده، لان الفيديوهات بيكون اعلاناتها افضل وبتجيب لك مبيعات ونسب تسليمات برضو اكتر، وبتخلي العميل يثق فيك اكتر. طيب ده كده جاهز ان احنا نعمل عليه اعلان. ان شاء الله هنوصل مع بعض برضو لمرحله الاعلانات، وهنعرف ازاي نعمل اعلان وايه التريكات اللي نعملها في الاعلانات مع بعض ان شاء الله. دي الحاجات بقى اللي احنا بنحتاجها من العميل: ان انت بتاخد منه الاسم، رقم التليفون، المحافظه طبعا اللي هو قاعد فيها،
اسم الشارع، العنوان تفصيلي على قد ما تقدر، الشقه والمبنى. دول اللي انت بتحتاجهم، وبتعمل تاكيد الطلب. بيتاكد الطلب دوت وبيروح لتاجر، وتاجر بتبدا تعمل عمليه التاكيد مع العميل، وبعد كده بيبدا يشحن له الاوردر. طيب تقريبا كده احنا عرفنا ازاي هنسوق وازاي هنشتغل. طيب وبكده يبقى معاك الخريطة الكاملة من أول ما تختار المنتج لحد ما الفلوس تدخل لحسابك. مفيش أي حاجة تمنعك إنك تبدأ غير إنك بس عايز تأجل وخلاص من غير أي أسباب. ابدأ حتى بأصغر خطوة، وصدقني بعد أول أوردر هتحس إنك كنت مأخر نفسك على الفاضي ومن غير سبب. لو استفدت من الفيديو يا ريت بقى تدوس لايك وتشترك في القناة وتسيب لي كومنت تقول لي فيه أول أوردر جاي في الطريق إن شاء الله. نشوفكم إن شاء الله في رحلة النجاح اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.